لا مفهوم سعادتك يا فندم. اكيد. ما هي مصر هي الاخت الكبيره اللي ما تنساش اخواتها ابدا. ما هو اراضي الاشقاء العرب اراضينا برضه يا فندم. لا ما تقلقش سعادتك، الحكومات الغربيه ليها دور مؤثر جدا في المشروع، بس احنا اللي لينا الصداره يا باشا. التنفيذ هيبقى بتاعنا، ما تقلقش سعادتك خالص. اوكي يا باشا، مع الف سلامه. صالح، برنس. عايزك تجهز لي ملف كامل بكل الصور والخرائط لكل المدن والمناطق العربية اللي طرحها الحكومة عشان مشروع إعادة الإعمار. وكمان عايزك تظبط لي كل إجراءات السفر قبل المؤتمر بتاع فرنسا بفترة كافية. أوكي؟ اكسلانس. بس على الله اللي جوه الحكومة المرة دي ما يطلعولناش ب100 حكاية زي موضوع الأرض الأثرية. حكومة إيه يا صالح؟ هو أنت صدقت إن الحكومة في إيديها حاجة ولا إيه؟ مومبي احنا لينا باللي شايفينه. أديك قلتها. إيه اللي شايفينه؟ يعني مجرد حكومة صور مش أكتر. اقعد يا صالح. شوية بدل غالية على كلام مترتب ويتصدر للناس. بس لعلمك احنا لينا جواها ناس يعرفوا يمشوا لنا اللي احنا عاوزينه، ولو عايزينه ما يمشيش برضه لينا ناس في المعارضة يعرفوا يوقفوه. تمام يا منشير. كل ايد ماسكة حاجة يا صالح فوقها الايد الأكبر منها. اوكي. طب ليه سعادتك ما فضلتش في مشروع الإنشاءات بتاع حسين البنداري وفضلت الإيد اللي ماسكة فوق الشركاء الصغننين دول اللي دخلوا علينا؟ حقيقي أنا المتخوف من الخسارة. مفيش حاجة اسمها خسارة، حتى الخسارة بيزنس وله أصول. واديك شايف مشروع إعادة الإعمار، دول عظمى بتحارب بقالها سنين وبتخرج في الآخر خسرانة. بس إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بتيجي نفس الدول دي وتستثمر على نفس الأرض، يعني بتبني اللي هدته. العبرة يا صالح مش إنك سبت إيه النهاردة، العبرة هتاخد إيه بداله بكرة وإزاي.